ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ماما بقى النهارده هتعمل معاكم القرص الفلاحي الطريه. القرص دي يا جماعه سهله وجميله جدا. تعالوا نشوف ماما عملتها ازاي. ماما جابت 2 كيلو دقيق، وجابت ربع كيلو زبده، عليها ربع كيلو قشطه، وكوبايه كده اللي هي كوبايه الشاي يعني ملتها زيت. تمام. ومعاها هنا لبن، ومعانا هنا بولة ماما حطت فيها 2 باكت خميرة فورية، وحط عليهم معلقتين كبار سكر، وحط عليهم لبن دافي ودوبتهم علشان ايه؟ يتفاعلوا. خلاص. ماما بقى هنا بعد ما الخميرة اتفاعلت بالسكر واللبن حطيتهم بقى على الدقيق. وطبعا بقى هي هتعجن باللبن. مقدار يا جماعة اللبن ده ملهوش معيار معين او مقدار معين، على حسب العجينة اللي قدامك، الدقيق اللي قدامك كمان هيشرب قد ايه اللبن. لان طبعا انتوا عارفين ان الدقيق انواع، وكل نوع دقيق بيختلف عن التاني. ماما بقى بتقلب بقى فيها كويس. خلاص. بصوا يا جماعه، اللي كده كده اللي ما عندهاش مثلا قشطه، ما تقفش على القشطه. ممكن تستخدم هي ايه النص كيلو زبده، يعني ممكن تشيل ربع كيلو القشطه ده وتحط مكانه الزبده عادي، نص كيلو الزبده. وكده كده الاتنين كيلو دقيق بياخدوا نص كيلو زبده بالظبط. وهنا بقى ماما هنا بقى ايه حطت الزبده، كل شويه بقى بتقلب. لازم تشرب العجينه كويس جدا بالزبده. خلاص. الصراحه يا جماعه هي طعمها جميل جدا، طبعا احنا سويناها وكلنا منها، جميله جدا. هتعجبكم والله خالص، وطالعه طريه جدا، هتشوفوها في اخر الفيديو مع ماما. دلوقتي بقى ماما خلاص عجنتها، وهتسيبها بقى ايه تخمر. هي بتقولكوا هنا خلاص هنسيبها نخمر. بعد ما خمرت بقى، هنا بقى بتقطعها او بتكورها. الكور كده بقى براحتك، المقاس اللي انت عايزاه يعني. هي احنا بنعملها ايه وسط كده جميله، هتشوفوها دلوقتي وهي بتبططها بقى. شايفين؟ ماما بتبططها. طبعا انت عايزه تكبري اكبر من كده براحتك، احنا بنحبها وسط، ماما كانت عاملاها وسط شكلها جميل جدا. وبترصيها بقى في الصاج، وبتدخليها ايه الفرن. خلاص. ما تعلوش عليها قوي من فوق في الاول عشان ما تنحرقش، يعني درجه حراره متوسطه كده. شايفينها بقى في الفرن هنا كان جميله وقبه وشكلها قمر. هنا بقى ماما بتوريكم شكلها عامل ازاي بعد ما طلعت طريه جدا. اشوفكم على خير، متنسوش